السلحفاة نامت 30 سنة كاملة، ولما صحي كان شكله متبهدل خالص وفتحة القوقعة مسدودة، وبصعوبة شديدة طلع رأسه وأطرافه بره. العالم بره كان اتغير تماماً، والقوقعة كانت مليانة طين. نظف الطين من عليها وقرر يعمل عرض صغير وهو ماشي في سكة. طيب المنطقة كده بقت أحسن بكتير. مع السلامة يا لوزر، يا بينك يا كبير. باتريك كان لسه صاحي من النوم وكان بيغسل سنانه براحته، وما كانش داري خالص إن بيته بيتحرك. طلع على السطح عشان يجيب تصبيرة قبل الفطار، بس ما كانش سهل يوصل للي جوه المكسرات. السلحفاة هزت جسمها ووقعت باتريك. باتريك ما كانش مصدق إن بيته سابه ومشي، جري عليه على طول وزك السلحفاة بعيد عشان يرجع بيته، والسلحفاة رجعت لمكانها الأصلي. ها؟ إيه ده؟ أنت فاكر نفسك بتعمل إيه يا مزعج أنت؟ إيه ده؟ طلع إن السلحفاة اسمه توني، وبدأوا مناقشة حامية على مين صاحب القوقعة. باتريك طلع صمغ ولزق نفسه في القوقعة. توني حاول يهزه عشان يوقعه بس معرفش. ما كانش قدامه حل غير إنه ياخد باتريك على محل حلاقة، مكان يخلي أي حد شكله راجل ومظبوط. الحلاق ظبط شنب توني. توني بص لنفسه في المراية وما قدرش يمسك نفسه من كتر ما شكر في الحلاق، وكان عايز كمان يطلب منه خدمة إنه يشيل الحاجة اللي لزقة في قوقعته دي. دي بتبغدغ. واضح كده إن الخطة دي فشلت. توني أخد باتريك على البانيو وقعدوا في الساونا مع بعض. لو الجو حر قوي عليك تقدر تمشي في أي وقت. مستحيل، أنا بس عطشان شوية. بعد ما جسم باتريك شرب المية رجع لطبيعته وراحم البحر مع بعض. توني افتكر وعد كان وعده لأصحابه من 30 سنة. الستات الحلوة بتاعت زمان بقوا كبار في السن. كان عايز يشرح لهم هو ليه مكانش قادر يوفي بوعده، بس كل تركيز أصحابه كان مع باتريك، وما كانوش قادرين يخبوا إعجابهم بقد إيه باتريك كيوت ولطيف. توني اللي كان مروق على نفسه ومظبط لبسه على الآخر اتقمص جدا عشان اتطنش. ما كانش قادر يستحمل أكتر من كده وطلع بره القوقعة، بس كان ناسي إنه مش لابس أي هدوم. فعلى طول توني جري ورجع جوه قوقعته تاني وراح واجه باتريك جوه على طول. بس باتريك كان بكل ذوق بيجهز له بيض مقلي. تحب واحدة؟ جهوقت طاسة قولي جديدة. دي مش طاسة يا مغفل، انت سيحت مجموعة الأسطوانات بتاعتي. باتريك كمان بالصدفة اكتشف السرير المستخبي جوه الحيطة وقطع البوسترات ببساطة كده. توني نادى عليه وقاله اخرج بره قوقعتي. باتريك قال إن دي الصخرة بتاعته، ودخلوا في خلاف كبير تاني على مين اللي بيملك قوقعة السلحفاة. أصحابهم كانوا مبسوطين جدا وهم بيتفرجوا على الموقف ده وهو بيكبر. توني مسك في السور وهو بيحاول ياخد القوقعة، بس الشد القوي سحبهم لقدام. طاروا بسبب شبكة الكورة الطايرة وخبطوا في لاري منقذ الشاطئ اللي كان قريب. قوقعة السلحفاة لفت بسرعة وبقت بتغير شكل كل حاجة في طريقها، ووقفوا بعد ما خبطوا في صخرة، بس القوقعة اتفكت من قوة الخبطة. ومن التجربة دي الاتنين عرفوا غلطهم. باتريك فكر في بيت تاني يقدروا يعيشوا فيه، واللي هو في الحقيقة بيت شفيق. وتوني كمان جاب قوقعة جديدة وما قدرش يقاوم إنه يستعرض بقوقعته الجديدة قدام الستات. القوقعة الجديدة دي كانت بجد شيك وآخر موضة. سيب بيتي، ارجع تاني.